السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. من قبل كنت تكلمت على التكال وتكلمت على أنواع التكال الأحمر، التكال الأسود، التكال الأصفر يعني. ودابا إن شاء الله غادي نوريكم هذا التكال الأحمر اللي عاد خرج واحد المريض، يعني الصفرغو عاد ارتاح كما كتشاهدوا إخواني. هذا هو التكال الأحمر، يعني تلقاو بهذا الشكل. يعني إلا استفرغتو ورديتو ولقيتو على ان هذاك الشيء خرج بهذا الشكل هذا، يعني تتنوضوا على الريق، كتعملوا عمليه الاستفراغ بهذه الطريقه هذه وكتلقاو هذاك الشيء احمر بحال ما هكا، هذا راه التكال الاحمر، تيجيكم بحال الدم، راه داير بحال الدم، ها هو بهذا الشكل هذا. عاوتاني رديتو عاوتاني وخرج لكم بهذه الطريقه، هذا التكال الاحمر. يعني كيكون العلاج ديالو ماشي سهل، وانما تيحتاج شويه ديال انك تتبع او انك تتبعي. يقدر يحتاج منك من اسبوعين حتى لشهر ديال عمليه الاستفراغ، بين كل عمليه استفراغ وعمليه استفراغ واحد اليوم او يومين، مع الاعشاب ومع الاشياء اللي غيصفي لك الدم ديالك. هانتوما كما تشاهدوا اخواني، شوفوا هذا العجب هذا، هو نقرب الصوره وشوفوه، يعني تيبان بحال الدم. هذا ملي غادي تفيق الصباح، على الريق، هانتوما لاحظوا لزج واحمر. كذلك التكال الاسود تيكون اللون ديالو اسود، اما التكال الاصفر فهو تيكون باين صفر، ولكن الصفر ماشي ديك الصفوريه الخفيفه، انما واحد الصفوريه اللي هي غامقه. يعني الا كان عندكم بحال هذا الاستفراغ هذا راه تيعني التكال الاحمر، وتيعني على انه تيكون مخدوم بطريقه تقنيه. يعني يخصكم تستفرغوا، يخصكم على انكم تتبعوا، يخصكم على انكم تداوموا، ما تملوش ما تقنطوش، لان غادي يكون الشفاء باذن الله تعالى. اللي كيسول على طريقه العلاج كيفاش غادي نرد هذا العجب هذا، راه كاين مقاطع فيديو اللي كنشرح فيها هذا الشيء هذا. يعني رجع للقناه او الصفحه على الفيسبوك، راه غادي يشوف هذه الطريقه كيفاش يمكن له يرد هذا الشيء هذا ويرتاح ان شاء الله نهائيا. يعني الحمد لله درناها لكل واحد، سواء عنده ما عندوش، يعني درناها في المتناول الجميع. واللي باغي يجي للمركز مرحبا به، اللي ما فيه ما يتعذب وباغي يجي للمركز يحيد عليه هذاك الشيء مرحبا به، مرحبا بالجميع. يعني إخواني وأخواتي، نتمنى لكم الشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. كذلك ما تقنطوش ما تملوش، داوموا على أنكم تتبعوا طرق العلاج الصحيحة إن شاء الله، وغادي تكونوا بخير وعلى خير. لأن الشيطان تيحاول على أنه يقنط، الشيطان تيحاول على أنه يبين لك واحد الصورة اللي هي مختلفة باش يخلي. هانتوما شوفوا إخواني، مني دورت هذا العجب، شوف تجمعت واحد النقطة سوداء، شوف العجب، واحد النقطة سوداء. لاحظتوا إخواني، هي كتبان في الصورة، هي في الوسط، مع أنني دورت مع أنها تجمعت في الوسط. شوفوا العجب يا إخوان. هاد الحالات اللي كيعانيوا الأيام والسنين، يعني من حقهم أنهم يعانيوا، كذلك هما اللي عارفين راسهم على أنهم مرض. يعني شوفوا إخواني، هذه النقطة السوداء، هذو هما التأثيرات التي يأثروا على الإنسان وكيخليوه مريض. هانتوما كما تلاحظوا إخوان، أي واحد استفرغ يعني بهذه الطريقة هذه، دور هانت وغادي تلاحظ العجب. الشفاء للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.